دخلت هنا ازاي؟ فاكر من 5 سنين لما دوست على اللينك تهكير الدنانير المزرعة السعيدة؟ لا. طب فاكر من 3 سنين الميل بتاع الحساب النيجيري اللي فيه 9 تريليون دولار وعايزين حد أمين يصرفه؟ لا. طب فاكر الواد بتاع ربح من الإنترنت قال لك تعالى لي على جروب التليجرام؟ انت هنا بسبب الواد ده؟ لا، أنا من كراك برنامج المونتاج عادي. اسمع اللي هيحصل دلوقتي. أنا هاخد كل حاجة على الكمبيوتر بتاعك وهخرج من هنا، وأنت مش هتقدر تقف قدامي. تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لا لا. غلطة صغيرة ممكن تفتح الباب للحرامية. عشان كده في الفيديو ده هعلمك ازاي تنشئ قناتك وتأمنها صح من أول يوم. اعمل لايك، سبسكرايب، وتابع معايا الفيديو. أنا يوسف الحسين، وفي السلسلة ديت بعلمك ازاي تعمل قناة يوتيوب خطوة بخطوة، بشاركك كل الخطوات بشكل عملي. في الفيديو اللي فات كنت اتكلمت على صديقي يحيى اللي كلمني وقال لي انه عايز يفتح قناة يوتيوب، وساعتها اتكلمت عن ازاي تختار محتوى مناسب ليك. لو ما شفتش الفيديو شوفه من هنا او من هنا، بس كمل معايا الاول الفيديو بعدين نروح نشوف الحلقة، ونروح اعمل حاجة تشربها او تاكلها وتعالى كمل معايا. اكيد انت شفت قنوات كتيرة اتسرقت، واللي رجع منها رجع بستر ربنا، وفي منها ما رجعش خالص. وانت اكيد مش عايز تقع في نفس الموضوع ده معاك لا قدر الله. احنا عايزين نخرج نفسنا بره الدائرة دي، فبالتالي انا هعرفك الطرق اللي المخترقين بيستعملوها علشان يوقعوا الضحايا بتاعته. تنبيه بس، انا بعلمك الحاجات ديت علشان تكون واعي ضد الاختراق والطرق بتاعته. اول طريقه بيستعملوها المخترقين وهي الفيشنج. الفيشنج ببساطه هو ان انا مثلا بعمل صفحه مزوره لتسجيل جوجل او فيسبوك او يوتيوب او اي منصه من المنصات الكبيره. بعمل صفحه شكلها طبق الاصل من الصفحه الاصليه، لكن بيكون في اختلاف ان الرابط او اليو ار ال بتاعها بيكون مختلف طبعا عن اليو ار ال الاصلي. وبحطها مثلا في بوست يكون كاتب الحق سجل في الدوره الفلانيه بعدد مقاعد محدود، فانت تخش على اللينك وتلاقي ان هو طالب منك الميل والباسورد، فتسجل بالميل والباسورد بتوعك املا منك في انك بتسجل في الدوره. ولكن الحقيقه ان الميل والباسورد بتوعك بيجولي انا كمخترق. ساعتها كل سنه وانت طيب، الميل والباسورد بقوا معايا. فخلي بالك مفيش اي حد ليه الحق ان هو يطلب الميل والباسورد بتوعك. تاني طريقه البرامج المحقونه او البرامج المكركه. البرامج المحقونه فكرتها انك بتحمل برنامج او لعبه او صوره او اي ملف، الملف ده بيكون محقون فيه تروجن او فيروس او بوت نت، ايا كان ايه الشيء المحقون فيه. الحاجات ديت بتخش الكمبيوتر وتفضل قاعده في سكون تام بتراقب. مهمتها انها تفضي جهازك من المعلومات المهمه، تاخد منه الاكونتات، تاخد منه الباسورد، تاخد اي حاجه قيمه على جهازك وتوديها مباشره للهاكر اللي عاملها. فطبعا حاجه زي ديت هتكون سربت جهازك كله. واكتر ارض خصبه للفيروسات ديت هو الكراك. اذا كان لعبه كراك، برنامج، اي حاجه كراك، انت اصلا بتروح تجيب ملف مسروق من حراميه، والحراميه دول هم مش بيستفيدوا منك اي حاجه، وبيروحوا يسرقوا اللعبه ويكركوها ويدوها لك. فانت ليه مش مستبعد ان هم يستغلوك انت شخصيا؟ فخلي بالك من الكراكات، ويستحسن ما تستعملش كراك نهائيا، لان خليك فاكر مفيش حاجه ببلاش. تالت طريقه هي الهندسه الاجتماعيه. الموضوع ده حصل معايا شخصيا من حوالي شهر او اكتر شويه. كلمني حد كان مدعي ان هو من فريق الماركتنج لاحدى شركات الذكاء الاصطناعي اللي بتعمل برامج تعديل على الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال لي ان هم شافوا الفيديوهات بتاعتي وعجبتهم جدا وعايزين يتعاونوا معايا ان انا اعمل لهم زي اعلان ممول او اعلان في اول الفيديوهات بتاعتي عن البرنامج بتاعهم. طبعا انا اول ما شفت الميل قفشت الميل ده على طول. الميل مليان كوارث. طيب ايه الحاجات اللي خلتني اشك في الميل؟ اولا الميل مبعوث من دومين عادي مش من دومين الشركه. هم فعلا ادعوا باسم شركه موجوده في الحقيقه، لكن الدومين اللي كان باعت لي الميل ما كانش دومين من الشركه. وميلات من الانواع ديت بتكون غالبا بنسبه كبيره جدا مبعوثه من دومين الشركه. بس مش ده الشيء الوحيد اللي خلاني اشك. الشيء الثاني ان الميل ما كانش احترافي وكان فيه اخطاء املائيه. والشركات الكبيره بيكونوا صارمين جدا في الميلاد، اذا كان داخل الشركه بين الموظفين وبعضهم او لحد خارج الشركه. فما بالك لشخص هيتعاون معاه في شغل؟ الميل كان مكتوب بعدم احترافيه وكان فيه اخطاء املائيه، وده شيء ما يعديش، اكنه مكتوب بالذكاء الاصطناعي. واخيرا الميل كان فيه لينك عشان انا ادوس على اللينك وكل سنه وانت طيب كل حاجه تروح. واهم نقطه خلتنا اتاكد ان الميل ده مشبوه هو ان الميل ده اتبعت لي والقناه كانت اقل من 3000 مشترك. حتى لو القناه كانت اكتر من 3000 مشترك، ليه شركه هتيجي تعلن عند قناه لسه بادئه لسه في اول الطريق؟ ده شيء مش منطقي ان انا اروح ادفع لواحد عنده 3000 مشترك عشان يعمل لي اعلان. ما هدفع له 50 جنيه مثلا؟ اكيد لا. فانا كده هبقى بضيع فلوسي، ما اروح لليوتيوبرز المشهورين وخلاص. فالموضوع اصلا خلاني اشك. قلت ليه حد يطلب مني ان انا اعمل له اعلان؟ انا لسه بادئ في اليوتيوب، انا لسه القناه صغيره، القناه لسه ما وصلتش لحد. فاخر حاجه عشان تتاكد منها هو انك تشغل العقل والمنطق، تقول هل فعلا الكلام ده بجد؟
هل منطقي ان حد يجي يطلب مني ان انا اعمل له اعلان وانا اصلا قناتي لسه ما بتتشافش؟ انت نفسك السؤال ده. هيطلب منك اعلانات كده كده ان شاء الله، ولكن لما قناتك تبدا تتشاف وتبدا تجيب ريتش كبير. انما دلوقتي في حاله قناتي مش منطقي ان حد يطلب مني اعلان، لان هو شخصيا مش هيستفيد منه. ورابع طريقه وهو باسورد الضعيف. في ناس تكتب باسورد من 1 ل 9، اللي هو الخانه اللي بتكون في الكيبورد الموبايل من فوق دي، بياخدها بالترتيب كلها صف واحد، او يكتب عيد ميلاده او يكتب اسمه او يكتب اي حاجه. بيبقى باسورد من الاخر ضعيف وتعبان. عايز اقول لك ان الباسوردات ديت بيتعمل لها كراك في دقائق حرفيا. الهاكرز مش بيقعدوا يخمنوا الباسورد من دماغهم، يعني مش بيقعد يكتب بشكل عشوائي لحد ما يجيب الباسورد، بل بيستعملوا ادوات ديت بتعمل تخمين متسلسل لحد لما يلاقوا الباسورد بتاعك. فلو الباسورد بتاعك مكون من حروف سهله او ارقام بس، فالتخمين مش هياخد وقت عشان يجيبه، فحرفيا ممكن في دقايق يعمل كراك للباسورد بتاعك. انما لو انت مستخدم حروف كابيتال وحروف سمول ورموز وارقام ومكعبشهم في بعض كده، مبهدل الحاجات دي كده كلها جوه بعضها، هتعمل باسورد عشان تعمل له كراك بجد ممكن يحتاج ايام، وما اعتقدش ان حد هيصبر عليك المده دي كلها. Темная ночь, только пули свистят по степи. فالباسورد بتاعك هيبقى شبه ممانع للاختراق. نصيحة: ما تكسلش واعمل باسورد كويس، حتى لو مش تحفظه اكتبه على ورقة. مش هيحصل حاجة لو كل ما تيجي تسجل تمسك الورقة وتقرأه منها، لكن هتندم جدا لو لا قدر الله قناتك راحت او حساباتك راحت بسبب دقيقة كسل. وبمناسبة الباسورد، ما تستخدمش نفس الباسورد في كل المواقع، وده هياخدنا للنقطة اللي بعد كده، وهي انك بتسجل في مواقع غير آمنة. انت ممكن تسجل في موقع غير آمن، لكن يكون الموقع مش سكان، يكون موقع بجد بيقدم خدمة حقيقية، ولكن الموقع يكون ضعيف، فالموقع يخترق. ولما بيتم اختراق الموقع، الداتابيس بتاعت الموقع كلها اللي فيها بيانات العملاء بتتسرب. البيانات ديت بتتباع على الدارك ويب بالبلك، يعني بلك داتابيس كده، بيانات كتيره جدا بتقوم متباعه على الدارك ويب، حرفيا بياناتك بتتباع بالكيلو. فساعتها بياناتك، الميل والباسورد ورقم تليفونك والمكان اللي انت ساكن فيه، كل بياناتك هتكون اتسربت. ده لانك مسجل بياناتك في موقع غير امن. وبمناسبه اللي بيحصل في المواقع ده، هفكرك بانك ما تسجلش نفس الباسورد في كل المواقع، لانك لو جيت سجلت بالباسورد ده في اي موقع ضعيف او موقع تحت بير السلم والموقع ده اخترق، فانت ميلك وباسوردك ورقم موبايلك وكل حاجه هتتسرب منه. فخلي بالك التسريب ده بيسرب الميل وبيسرب الباسورد معاه. فانا ممكن لو انا اشتريت البيانات ديت اقوم واخد الميل كوبي والباسورد واقعد اجربه في كل المنصات، اخد بقى الميل اقوم حاطه في فيسبوك واجرب، اقوم حاطه في انستجرام واجرب، اقوم حاطه في اي مكان واجرب. وطبعا انت مستخدم باسورد واحد لكل برنامج، فكل سنه وانت طيب انت اتشطفت. فنصيحه تاني: ما تكسلش، لان لحظه الندم ساعتها مش هيكون ليها لازمه، هتكون انت قاعد بتعيط بس ومفيش حاجه تقدر تعملها. وقبل بقى ما نخش على الجزء العملي، عايزك تقول لي تحت في الكومنتات هل حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي حصلت معاك قبل كده، ويا ريت تحكي لي قصتها. وبما انك نازل وانت طالع بقى، اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل الجرس عشان نكمل السلسله مع بعض، لان لسه التقيل جاي ان شاء الله. ويلا بينا على العملي. ابتدي معاك من الصفر خالص. هنفتح جوجل وهنعمل تسجيل دخول. بعد ما هتعمل تسجيل دخول هتدوس على انشاء حساب وتختار حساب شخصي. بعدين تكتب الاسم الاول واسم العائله وتدوس التالي. بعدين تكتب تاريخ ميلادك وتاكد انك كاتبه صح. بعدين اختار نوع. هنا هنكتب الميل نفسه. انا هكتب يحيى دوت احمد. طبعا هو مش هيقبل بيه كده لان اكيد اليوزر نيم ده متاخد من قبل كده. بيقول لي لازم اجرب احط ارقام. ممكن مثلا نكتب 995 مثلا، برضو من 1975. تمام، ده كده تمام. بعدين هنيجي على كلمه المرور. لازم في الباسورد زي ما قلت لك ان هو يكون قوي، فانا هوريك مثال تمشي عليه. ده موقع بيعمل جنريت للباسورد. تختار من هنا الباسورد لينس لو انت عايز 16 حرف او ايا كان. وطبعا انا مش بقول لك انك تعمل الباسورد بتاعك من موقع بيجنريت، طبعا دي اغبى فكره في الحياه. انا ما اعرفش مدى امان حركه زي ديت ايه، لكن مش منطقي انك تختار الباسورد بتاعك من موقع بيعمل جنريت ليهم. لكن انا بس عايزك تاخد فكره ان هو ده شكل الباسورد المطلوب. لازم الباسورد يكون معقد، يكون فيه حروف كابيتال وحروف سمول ويكون فيه رموز. لازم يكون الباسورد رخم، لازم انت تتخنق وانت بتكتبه عشان ساعتها يكون الباسورد فعلا قوي وامان. نقول مثلا خلاص اخترت باسورد وهندوس التالي. النقطه هنا بتاعت رقم الموبايل، نكتب رقم موبايل الخاص بيك. في نقطة مهمة جدا وانت بتكتب رقم موبايلك، كده كده هو دلوقتي عايز تتأكد ان انا شخص حقيقي مش روبوت، لكن كده كده لو هو هيضيف الرقم ده في الحساب او احنا هنضيف الرقم ده بعد كده، لازم تتأكد ان الرقم اللي انت هتحطه يكون الرقم الشخصي بتاعك انت، ويكون شغال في الموبايل بتاعك انت، حتى ما يكونش في موبايل حد من اهلك او في موبايل اي حد تاني. ولازم كمان الرقم ده تكون انت شغال بيه، بمعنى انك ما تكونش مستلف عليه او عامل اي حاجة ممكن تخلي الرقم ده يتقفل ويتسحب منك، لانه لما يتسحب منك الشركة هتبيعه لعميل تاني، فبالتالي الرقم اللي انت حاطه في الاكونت بتاعك هيبقى مع شخص
تاني غيرك، فدي ساعتها تبقى كارثه. فلازم تحط الرقم اللي انت بتستعمله استعمال شخصي ومتاكد انه هيفضل معاك. ادوس هنا التالي، وهو دلوقتي هيبعت لي رساله على الموبايل عشان يتاكد ان انا انسان. بعد ما هدوس التالي هنكون عملنا الاكونت. في بقى خطوات مهمه في تامين الاكونت نفسه، فانت تيجي تدوس على الصوره وهتدوس على اداره حسابك على جوجل. دلوقتي انا بكمل الشرح على ميل تاني لكن كله هيمشي بنفس الخطوات. هتيجي تختار الامان. اول خطوه هنيجي نعملها واننا لازم نفعل التحقق بخطوتين. تفعيل ميزه التحقق بخطوتين فكرتها ان انا لما باجي اسجل بالاكونت بتاعي او ان انا عاوز اعمل اي تغيير فيه اذا كان كلمه السر او ايا كان، لازم يبعت لي كود على جهاز تاني عشان ااكد منه ان انا اللي بعمل الموضوع ده. فدي اهم واقوى خطوه حمايه لازم تتفعل. دوس على تفعيل. دلوقتي بيقول لي ان حسابي محمي وتم تفعيله على رقم الموبايل بتاعي. دوس له تم. اول خيار موجود عندنا هنا هو مفاتيح المرور ومفاتيح الامان. ده بتكون زي يو اس بي درايف او فلاش درايف او فلاشه بتجيبها تركبها في الكمبيوتر وبتعمل لها سينك مع اكونت جوجل، وده بيخليك انك ما تقدرش تعمل لوج ان للاكونت غير والفلاشه ديت متركبه في جهازك. ده نوع قوي جدا من الامان، لكن انا للاسف معيش فلاشه من دول عشان اشرح لك عليهم، لكن لو انت بتفكر تجيب واحده ممكن تبحث على اليوتيوب وهتلاقي لها شروحات ان شاء الله. تاني حاجه الجوجل اوثنتيكيتور. الجوجل اوثنتيكيتور هو برنامج بيديك اكواد ال2 FA او تحقق بخطوتين. فكرته انك لو عايز تسجل في اي موقع تاني او برنامج تاني فانت بتحمل البرنامج ده على موبايلك اذا كان iOS او اندرويد، وبتعمل سكان لكيو ار بيكون موجود في اي موقع من المواقع اللي انت عايز تسجل عليها، فعلى طول جوجل اوثنتيكيتور بيدي لك الكود اللي هتسجل بيه في الموقع التاني عشان يتحقق منك. بعد كده انت ممكن تيجي هنا تضيف رقم موبايل تاني يبقى مخصص بس لعمليه التحقق بخطوتين بحيث ان هو يكون رقم احتياطي. واخيرا الرموز الاحتياطيه او الباك اب كودز ديت اكواد بتديها لك جوجل. الاكواد دول انت المفروض تحتفظ بيهم على ورقه، يعني تكتبهم على ورقه وتشيلهم. نصيحه ما تحفظش باسورد او الاكواد ديت او اي حاجه خاصه بمعلوماتك اللي على النت ما تحفظهاش على كمبيوتر او على نوت او في شات واتساب او في اي حاجه من الحاجات ديت، لان زي ما شفنا في اول الفيديو ممكن فيروس صغير ينزل ياخد منك كل الحاجات ديت، فمش منطقي انك تشيل الباسورد بتاعك على موبايلك او على كمبيوتر. فيستحسن والافضل والواجب انك تكتبها في ورقه وتشيلها على جنب. فالاكواد ديت كلها انت تكتبها في ورقه بحيث انك لو عوزت بعد كده تخش على الاكونت ممكن تستعمل كود منهم. طبعا الاكواد ديت تستخدم اكتر ان لا قدر الله لو حد سرق الاكونت بتاعك وغير الباسورد انت برضو تقدر تخش على الاكونت عن طريق الاكواد دول. هتلاقي هنا إدارة الأجهزة ديت الأكونت بتاعك متسجل عليهم، بحيث لو في جهاز تاني مش من أجهزتك متسجل عليه الحساب فأنت طبعا تطلعه منه فورا. وهنا هتلاقي أي موقع أو أي خدمة أنت مسجل فيها بالأكونت بتاعك، لو أنت لقيت إنك مسجل في حاجة أنت ما سجلتش فيها أو مش فاكرها اخرج منها فورا برضو. وفي هنا ميزة التصفح الآمن ديت فكرتها كأنه بيعمل سكان للمواقع اللي أنت هتخش عليها ويتأكد إن المكان اللي أنت فيه آمن 100%. بعد ما خلصنا اكونت جوجل هنفتح اليوتيوب ونيجي على سويتش اكونت وهنختار اد اكونت. دلوقتي احنا بدأنا اكونت جديد من الصفر في اليوتيوب، فممكن بس نبحث كده على حاجه اولانيه. فده تذكير ليك لو انت لسه عملتش اشتراك تشترك في القناه، واهم حاجه انك تفعل الجرس عشان تتابع معايا باقي السلسله وخد لك لفه حلوه في القناه. صدقني المحتوى اللي عليها يستاهل. نيجي بقى لاهم جزء وهو انشاء قناه. هتدوس على انشاء القناه وهتيجي تختار الاسم. انا هنا هسمي القناه يحيى احمد، خلي الواي دي كابيتال، وهخلي اليوزر نيم من هنا YH2 وهدوس انشاء. كده احنا عملنا القناه، لكن لسه طبعا اللوجو والهويه البصريه بتاعتها والوصف وجميع الاعدادات المناسبه. فتاكد انك تتابع القناه والسلسله عشان هنتكلم على كل ده وهنفصصه بالتفصيل الممل جدا جدا في الحلقات الجايه ان شاء الله. لحد هنا احنا لسه ما خلصناش، لسه التقيل جاي. فتشترك في القناه، تعمل لايك وتفعل الجرس عشان تتابع معايا باقي السلسله، لان بجد السلسله تستحق. شوف الفيديو ده من هنا، ده اول فيديو في السلسله عشان تكون متابع السلسله معايا من الاول. يلا سلام.